الزرعه بقت مزبله البلد، كل اللي عنده شويه خرز باله يرميهم في ام ده الزرعه. كان فهيم هذا يا عمي. قاعد قبل زرعاتك لغايه دلوقتي. ايه جميل. مش عارفني؟ لا والله مش عارفه. المهندس طارق. اهلا يا باشمهندس. عامل ايه؟ ازيك يا باشمهندس؟ اخبارك أخبارك؟ ايه؟ الحمد لله. ايه قاعد قبل زرعاتك لغايه دلوقتي؟ امال راح فين يا باشمهندس؟ راح فين؟ حتى تلاقيك ما قدرتش توكل اولادك منهم حتى. والله العظيم ما لاقي اوكلهم، اقعد بس اقعد. طب ما تيجي تعمل زي ما انا عملت. طيب يا ابوي قول لي بس يا باشمهندس، يعني انت لابس كده جينز كده وبرمودات كده وسنيل نص كم، ايه الحلاوه دي يا باشمهندس؟ اشتغلت في شركه في مصر والدنيا وسعت. الله يسهل لك. واشتريت عمارتين في مصر. عمارتين وديني خدت نص الشركه بتاعت الراجل اللي شغال معاه. ايه وده كله جبت منين فلوس ده؟ مش بعنا الزرعه زمان. ايوه بعت الزرعه وضحكوا عليكم زمان، قاعد يقول لك عوض بعرض والناس كانت عمال تزفكم في الشارع. دلوقتي احنا اللي بنضحك على اهل البلد كلها. يا راجل واللي ده عرضه ولا ده يا راجل خبر ايه؟ لا لا برضك الزرعه زرعه برضك. ده الزرعه امال ايه؟ الزرعه زي الواد. زرعه زي الواد. اديك معك زرعه قادر توكل الواد؟ والله ما اقدر اوكل نفسي. انا في اليوم ما يقضنيش مضيوع 2000 جنيه. يا نهار ابيض شويه تقول لي قضيتش مضيوع 2000 جنيه؟ في اليوم ما يقضيكش 2000 جنيه مضيوع؟ غير ولد الصغير. يا راجل ده انا السنه كلها كان ماخد منها 2000 جنيه. طب ما تفكر تبيع وتعالى سافر مصر. ابيع ارضي، ابيع ارضي وزراعتي. لا اما دينا بعنا وشفت احنا بقيت ايه واديك شايف. ذهب ولبس وعربيه فخمه وحاجات. لا يا صاحبي لا ما اقدرش ابيع ارض ابدا، ابيع ارض ارض ابويا، ابيع ارض اجدادي. اما ابويا قال كده وادينا شفت بعد ما عملناه عمارتين وشركه. والله كلامك يعني كلامك يخش المخ. مش ضحكتوا علينا زمان. ادينا احنا اللي بنضحك عليكم. فكر في اللي قلت لك عليه. فرصه وجات لها هتيجي لك مره واحده. اديك قاعد في الزرع اما تعيش شويه برسيم من البهايم. والله ده لما نجي الزباله منه. ولا قادر توكل ولدك البهيمه اللي معاه. فكر في اللي بقول لك عليه. بيع زرعتك كلهم قراطين ولا 3 وتعالى سافر مصر. ام الدنيا شوف الجمال والحلاوه والبس خدمه نظيفه. سلام وبرن علي. ايه يا فهيم؟ ايه يا فهيم عقلك هيولك ولا ايه؟ ارض ايه بس؟ هي ارض جايبه حاجه. ترى ابيع ولا ما بيحش؟ ابيع ما بيحش، ابيع ما بيحش، ابيع ما بيحش. ابيع الارض واروح مصر واشتري عمارات. اي أيوة والله اشتري عماير في مصر. ما هم ضحكوا عليهم زمان وقالوا عوض بعرض، ودلوقتي عندهم عماير وشغالين في شركه كبيره وانا قاعد في ام الزرعه، حتى اكل ما قدرش اوكل نفسي. يعني ايه فهيم؟ هتبيع ولا مش هتبيع؟ هتكلم نفسك. اعمل ايه يا زرزور؟ اتجنيت ولا ايه؟ اعمل ايه يا ابو الزرازير؟ شكل الارض جننتك. الارض جننتني من زمان والله يا عم زرزور. ايه اللي جننك يا فهيم؟ ما الدنيا ماشيه وقول الحمد لله. الحمد لله يا عم الحمد لله. بس هي ماشيه منين يا عم زرزور؟ ماشيه منين؟ زرعتك زينه، ارضك خصبه والدنيا ماشيه معاك. عايز ايه تاني؟ يا فرحتي بالارض الخصبه. استفدت ايه انا من الارض الخصبه ان شاء الله؟ مش اما تلاقي من وراها زرع لازم محصول اخر السنه. خدك زارع انت، اما تستفاد ايه من الزرع بتاعك؟ اما استفاد محصولي. محصولك عما يقضي عيالك، محصولك عما يقضي بيتك. اللي يجيبه ربنا كله كويس. ايه احنا بص عم اقول لك ايه، تعالى اقعد على جنب هنا وتحت الشجره، ما تقعدش تقول لي زرع وارض وشندلتني وتقول لي زرع ما زرع. يا فهيم ما تتبطلش على النعمه يا فهيم. يا عم نعمة ايه يا عم ابو الزرازير؟ نعمة ايه؟ قول لي كده. اديني قاعد في ام الزرعه بياتي من ساعه ما طلعت وليسها من ابويا. خدت فيها هناك والله يا راجل ما لاقي اوكل العيال.
الدنيا كلها كده يا فهيم. طب وانا ايه اللي الناس- غصبني؟ الناس اللي ما عملتش كده هتموت. شفتش انت المهندس طارق يا طارق مين؟ الواد طارق ده اللي كنا بنضحك عليه زمان، المبعجق ده. المباعجك يا اخويا، لابس حته بتاع كده شورت قد كده، ولابس فانيلا نص كم ملونه زي البنات. طب هعرف ما لاقيش بنطلون كامل يلبس ايه باع يا نص يا عم البنطلون. دي الموضه، دي الموضه، الموضة. لابس لبس صغير موضه زي بتاع البنات. بس اقول لك الموضة يلبس له شورت انت ويدور بيه في الشوارع. فاكر زمان لما باع ارضهم وقعدنا نضحك عليهم؟ طب اديك قلتها باعوا ارضهم وضحكنا عليهم. ضحكنا عليهم ايوه زمان. تاخد دلوقتي عنده شركه في مصر. يا اخي انت ما تصدق الكلام. تصدق ايه يا عم؟ اسكت. وعنده عمارتين. عنده عمارتين وشركة. بص اما اقول لك ايه يا زرزور، انا نويت ابيع ارضي. ومين هيشتري منك يا فهيم؟ البلد مفلس. هم 5 جرارير. هو جرت يعني كام النهارده في الارض دي؟ يعمل له 15. 15 ايه يا زرزور؟ ده جرات ب 20,000 انت تقول لي 15؟ بص يا صاحبي، انا نويت ابيع واتكل على الله واسافر على مصر. يا فهيم ارضك حلوة ما تبيع. لا انا هبيع، انا كفايه جوع اكتر من كده، تعبت. انت هتبيع. يا عم انا عايز اجوز الواد حتى ما الاقيش اجوزه منين، وعندي اسمه صاحب ارض. ان كنت هتبيع يا فهيم انا اشتري. وانت ابدع. وخمسة ب15 ب75. ما ب 20 يا زرزور. شوف مين ياخد منك ب20. انت راجل عايز تمشي مصلحتك. صح يا زرزور، عم ولسه هتسافر مصر وهتشتري عمايل. مبروك عليك يا زرزور. الله يبارك فيك. يلا بص تعالى يا باشمهندس تعالى. على داير اتفضل يا من زرزور. عايزك تقطع لي الارض دياتي جراد 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 جراد. تمام. هنقطعهم على 5 جرارير. تمام. بس على شرط. اتفضل. عايز كل جرات يبقى مساحته 10 متر. تمام. كل جرات مساحته 10 متر. عشان ما فيش عيل يتظلم عن التاني. فانت وبالتالي اللي هتقطعهم. جنبك طيب. ليه؟ ده انت معاك كام؟ معاك 50 متر عرض. يعني كل جرات هتقسم 10 متر وزيادة كمان. تمام. عشان عندك متر زائد من شرط. المهم مش عايز اي خلل في الشغل، ولا تيجي تقول لي الانفار، ولا تيجي تقول لي المجاور. انا ما بحبش الكلام يا ده. زرزور بتتخرب يا زرزور. الحمد لله على السلامة يا فهيم. كلمته وزفته يا زرزور. اقول لك بتتخرب تقول لي الحمد لله على السلامه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني بتخرب. بعت الارض وسافرت مصر عشان اشتري عماير واتضحك عليا يا زرزور. مين اللي ضحك عليه؟ كتير يا ود الناس قالوا لي تعالى نديك حته ارض هنا وتبنيها عماره، واللي خد العربون وضحك عليا واتضحك عليا واتجرست يا زرزور. وقعت ابوك سودة. وقعتك من هنا. ما قلت لك يا فهيم؟ قلت لك ما تسافرش مصر. انت قد مصر برضو. ما حدش شبحني غير ده. انا ده اللي قلت لي. وانا اللي قلت لك، واما انا قلت لك بس انا اللي خدت الفلوس منك. خدت الفلوس مني. قعدت يا تقول لي فهيم ما خدش منك حاجه يا فهيم، ما حدش ضربك عليه ده. انت اللي راجل كردي. رودي انا اللي حصل. المهم يا زرزور، انا خلاص يا زرزور دلوقتي ما حلتيش حاجه، لا زرعه ولا بيت ولا غيط. فمعلش يا زرزور انا هاخد الزرعات بتوعي وانت تاخد فلوساتك. زرعه. انت ما دريت. ما دريتش. ده انا بورتها. بورتها مش مشكله. انا كنت خدت منك الجراد ب 15 هديك فيه 20. 20 ايه يا فهيم؟ ده الجراد دلوقتي دخل في 400,000. يا وقعت ابوك السودة. ده انت ليك 3-5 شهور غايب، والارض ديت كلها هبنيها للولد 5 بيوت. ايه يعني الارض دي دخلت كل المباني؟ امال انت لسه فاكر يا فهيم؟ يعني الجراد اللي بعته ب 15,000 بقى ب 400. ب 400,000. يعني 5 في 400 ب 2 مليون يا فهيم. امال انت فاكر ايه؟ انا ما افكر كمان اعملهم فلل، ما اعملهم في بيوت. اي والله فلل. امال انت فاكر ايه يا فهيم؟ مش قعدت اقول له راح تلمح لي على مصر؟ ادي مصر ولا في مصر حد يصيب الفلاحه يا فهيم ويتجه لشويه النصابين. يا خراب بيتك يا فهيم، خسرت البدري والوخري، خسرت الزرعات وخسرت مصر. طول عمرك راجل فقر. قاعد يقولوا لي بيع الزرعات وروح مصر. اديني بعت وخرب بيت ابويا. الله يخرب بيتك يا مهندس، الله يخرب بيتك يا مهندس.